عارف ايه اول خطوة توصلك للطلاق؟ هو اول يوم قلت فيه عايز اتجوز. مش هزار، لانك لو دخلت الجواز بسبب غلط هتعيش في تعب وتخرج منه خسران. تعال نفكر سوا، اتجوزنا ليه؟ كتير مننا دخل الجواز علشان الناس بتقوله سنك كبر، الناس ضغطوه، او كل اصحابك اتجوزوا، او علشان شكلك حلو وهي قالت لك نعم فقلت لازم نكمل. بس هل دي اسباب تبني بيها بيت؟ انت لو بتشتري موبايل ب 3000 جنيه بتقعد تشوف الريفيوهات وتفكر كتير، وانت داخل حياة كاملة مع انسان هتشاركه عمرك، بتدخل كده كده وخلاص. اللي اتجوز علشان يهرب من اهله او من الوحدة او من الاكتئاب او ايا كان السبب، الجواز مش هينقذك. الجواز بيكشفك، بيطلع اللي جواك، ولو مش هتتعافى منه الجواز هيكمل على وجعك، ولو مش ناضج الجواز هيكسر فيك اكتر ما انت متكسر، هيدغدغك. في ناس بتشوف الجواز كأنه خط النهاية، اتجوزت وخلاص وارتحت، لكن الحقيقة إن الجواز هو خط البداية اللي جاي فيه شغل ومشاعر وتربية وخناقات ومسؤوليات. أنت مستعد ليهم ولا داخل بس علشان ترتاح؟ قبل ما تسأل اتجوزت مين، اسأل الأول أنا مين؟ هل أنا مستعد أشارك حياتي مع حد؟ هل بعرف أتكلم؟ هل بعرف أتحاور مع حد؟ هل بعرف أحتوي حد؟ ولا كل علاقاتي مبنية على رد فعل؟ لو انت داخل الجواز علشان تستخبى، صدقني الجواز هيخرجك من كل حتة مستخبي فيها حرفيا. ولو دخلت علشان تكمل نص دينك، كمل النص التاني قبل ما تتجوز، اللي هو ايه؟ اللي هو النضج والوعي وتحمل المسؤولية. اوعى تبدأ بداية غلط علشان ما توصلش لنهاية وجعها بيستمر سنين. في الحلقة الجاية من سلسلة ليه الجواز بيبوظ هنتكلم عن أول علامة بتحصل في العلاقة ونفتكرها بسيطة، لكنها أول خرم صغير في المركب، اسمه الصمت القاتل. استناني.